القضية. السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف أحاول أن أتحدث إليكم عن القانون، مبادئ حقوق الإنسان حسب القانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون أول سنة 48. وبدي أحط بعض الملاحظات حول مخالفات القيصرة الروسية والاتحاد السوفيتي والدولة الحالية لمبادئ حقوق الإنسان. المادة رقم 1، واسمحوا لي أقرأ، تقول: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. روسيا القيصرية لم تتعامل مع الشراكسة بروح الإخاء مطلقا. شنت عليهم حرب دامت أكثر من 100 سنة، دمرتهم وسلبتهم حريتهم وأراضيهم ووطنهم كله، وما التفتت لا لكرامتهم ولا لحقوقهم. المادة الثانية بتقول: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. روسيا القيصرية حرمت الشركس من حريتهم أولا. 2، ميزت ضدهم بسبب دينهم الإسلامي، وهناك تصريح موثق للقيصرة كاثرين الثانية العظيمة بتقول: هؤلاء الجبليون إما أن يعودوا إلى الأرثوذكسية أو يطردوا. كذلك ميزت روسيا القيصرية في البقعة اللي بدهم يعيشوا عليها الشركس، لأنها في البداية عرضت عليهم وطول الفترة هاي إما يرحلوا إلى تركيا العثمانية أو يرحلوا إلى مناطق المستنقعات والأراضي الواقعة خلف نهر الكوبان. مادة رقم 3 بتقول: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. أرسيف الروسي نفسه يشير إلى مقتل حوالي نصف الأمة الشركسية على مدى قرن من الحروب، ثم أثناء النفي والإبعاد القسري إلى تركيا. وهكذا طبعا حرمتهم من حقهم في الحياة والسلامة الشخصية. المادة رقم 5 بتقول: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. يعني النفي القسري اللي تعرض له الشراكسة بإجبارهم على الرحيل من مناطق سكناهم إلى شواطئ البحر الأسود، ولما تركوهم في العراء إلى مدد وصلت أحيانا إلى 6 أشهر وهم ينتظروا السفن اللي تقلهم إلى تركيا العثمانية وإلى البلقان وإلى مناطق بلاد الشام، بدون ما توفر لهم لا الأكل ولا المي ولا الغطاء ولا تقيهم من تقلبات الطقس. هذه القسوة أنا بعتقد أنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية، والتي كانت نتيجتها فعلا أن فني نصف الأمة الشركسية. المادة 6 بتقول: لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. روسيا القيصرية لما ألغت الكيان الشركسي كاملا وألغت المحاكم التقليدية وألغت وجودهم كاملا، تنكرت لكل شيء يعني تحكي عنه هذه المادة. المادة رقم 7 بتقول: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة،
كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. لما أتمت روسيا القيصرية احتلال بلاد القفقاز، عاملت الشراكسة بمنتهى الظلم والإجحاف. مثلا القوزاق اللي كانوا موجودين وهم اللي قاتلوا إلى جانب القوات الروسية، سمحت لهم بحمل الأسلحة والاستمرار في حمل أسلحتهم، وحرمت ذلك على الشركس. حتى القامة اللي يعتز فيها الشركسي ويحملها ليلا نهارا كانت محرمة عليه. وكانت في موضوع الشكاوى التي تقدم إلى السلطات الروسية عن أي اعتداء من جانب القوزاقي كانت تلفلف وتتضبضب، ولم يكن الشركسي يحصل على حقه على الإطلاق، حتى في الجرائم الكبرى اللي كانت تصل إلى النهب والسلب والقتل. مادة 8: لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. روسيا القيصرية ألغت القبائل التقليدية، المحاكم القبلية التقليدية اللي كانت موجودة قبل الاحتلال الروسي، وأسست مكانها نظام قضائي متحيز كليا إلى القوزاق والروس. مادة رقم 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. النظام القيصري قبض على أمة كاملة ونفى أغلب سكانها، اللي هو الآن يعني في حسابات اليوم 90% من الشركس موجودين خارج بلادهم، وحجزتهم على الشواطئ وبعدين أكلهم الجوع والأوبئة. كمان لما اجى النظام السوفيتي مارس حكاية النفي والإبعاد التعسفي بشكل واسع، لأنه كان يطبقوا موضوع النفي إلى سيبيريا مثل الإصابة بالرشح، لأي مخالفة صغيرة وكبيرة مهما تكون كان، وحتى لو كان يعني الأمر يتعلق بمكيدة شخصية من واحد زعلان من الآخر، كانت عقوبته هي النفي إلى سيبيريا، اللي قلما رجع ناس منها حي. مادة رقم 12: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو سكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. يعني النظام السوفيتي بالذات وقبليه النظام القيصري مارسوا كل أنواع التجسس على والرقابة على المواطنين. حتى يعني المراسلات في أيام العهد السوفيتي كان توصلنا المكاتيب، أنا بتذكرها، ممزوع ومعاد تلصيقه إنه بما معنى أنه فتحناه وقرينا. والنظام السوفيتي نكل بكل الناس اللي اعتبرهم أعداء للنظام وأعداء للقانون وأعداء للأمة وعذبهم. مادة رقم 13: 1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ما كانوا الشراكسة أحرار في التنقل من مدينة إلى أخرى إلا بموجب تصريح رسمي، وما كان يعني الحصول على هذا التصريح سهل، لا أثناء الحكم القيصري ولا في الحكم السوفيتي. 2. يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. كثير صارت محاولات أيام العهد القيصري للعودة إلى روسيا إلى القفقاز، ولكنها قمعت بالقوة وكان الناس يقتلوا، والاتحاد السوفيتي أيضا منع الناس من المغادرة أو العودة، حتى الزيارات كانت يعني مقننة. مادة رقم 14: لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. السلطات السوفيتية ما سمحت بخروج المواطنين إلا ضمن أضيق الحدود. مادة 17: 1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو الاشتراك مع غيره. النظام القيصري صادر بلاد بكاملها حيث ألغى التملك، وجاء الاتحاد السوفيتي وألغى
الملكية الفردية كاملة. اثنين، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، وهذا بالضبط اللي سووه القيصرة وبعدين عملته السوفيت وراهم. مادة 18، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك سرا أم علانية. في العهد القيصري اضطهد المسلمون، وفي العهد السوفيتي اضطهد المسلمون والمسيحيون، ومنع الناس من ممارسة العبادات إلا في أضيق الحدود وبما كان يناسب الدعاية والبروباغندا السوفيتية لإظهار هذا الجانب. مادة 19، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. لم يسمح لا العهد القيصري ولا العهد السوفيتي بأي من هذه الحقوق. مادة رقم 20 وهي الأخيرة، لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية، ما كان في أي نوع من القبول للجماعات أو الأحزاب في العهد القيصري، ولم يسمح الاتحاد السوفيتي بأي أحزاب أو جمعيات إلا الحزب الشيوعي والتنظيمات اللي انبثقت عنه. أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.